الخضير بدي اقول لك شغله. هات تنشوف، قول ايش في عندك؟ لو كنت احكي مع اخوي بالمانيا ايوه. وبده يدزل لي خرجيه. بده يدزل الخارجيه، انت طلبت منه ولا هو قال بده يدزل لك؟ والله هو حكى معي قال شلونكم شلون وضعكم، وانا يعني لمحت له. يا طيب يا مرة، ما اعرف شو تقول لك، يعني مي عيب كسرت النفس تكسر نفسك تلحز عليه، يعني مبينة طالبة منه انت. كسرة النفس شنو؟ ترى اخويها مو غريب. بعدين نحن داخلين بشتويه وفتحت المدارس. والله خضار حتى يعني ما عنده غير اللباس اللي لابسه. وبعدين بدنا التدفئة بالشتاء. يا مرة انا فازت النسيب ما احبها. خيو هذا اخوي، انت ايش دخلك؟ خلاص. يا بلاد تشتغل على الطريق. لقيت الجزان على الطريق. ايه. الله يعين صاحب الحج، والله انحمس قلبه علي يا حرام. يا بدي قاعد مشغل بالحلبة واشتغل على 18. طلع الغراض المسار بقلبه تشتري اغراض المدرسة. ايه. ما يصير يا ابني، حرام، هذا هو صاحب، هذا امانة الحس. افتح خلينا نشوف ايش فيه بقلبه. ما يصير يا مرة، ما يجوز، هذا شغلة بيه خصوصية، بيه شيء، ما يصير نمد عليه ونفتحه احنا. بدي قاعد مشغل على 18. ابني ما يصير حرام، عود انا اجيب لك، الله يرزقنا من غير مطرح ونجيب لك اغراض المدرسة، هذا زلمة الحس بده يجي صاحبه باكر اليوم يسأل عنه ننطيه، وما يصير نمدنا على شيء مولينا. وابني هذا صف أمانة، وردوا الأمانات لأصحابها. طيب ايش بدنا نسوي بيه؟ ايش بدنا نسوي بيه يعني؟ روح ابني اقف برا، بس يجي صاحبه يسأل عنه خليه يجي لي عندنا نطيه.